وظن أن الإسلام يقتصر في قبر يد السارق ورجم الزاني وجلده إن كان غير محصن أو جلد شارب الخمر وما إلى ذلك بمثل هذه الأشياء. فالإنسان نرى وبكل أسف وإن كان هذا الذي نراه قريب نرى هذا التفرج وتبعية الغرب ممن انتسبوا إلى المؤسسة الإسلامية الأزرق، وهؤلاء الانتساب للأزرق انتساب مزيف، فالأزرق بريء منهم إلى يوم القيامة. حينما نتكلم عن شريعة الإسلام نرى أن الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود له كتاب يسمى الدستور في الإسلام، ونرى أن الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت له كتاب ضخم كان يطبع قديما في دار الشروق اسمه الإسلام عقيدة وشريعة. ونرى أيضا الإمام الأكبر محمد الخضر حسين له كتاب يسمى الشريعة في الإسلام. فليس ببعيد علينا كأبناء الأزهر أن نتكلم عن شريعة الإسلام، وأنا أقول أن أي مسلم لا يفهم ولا يريد تطبيق الشريعة فهذا مسلم إسلامه ناقص. أعيدها، إن أي مسلم لا يريد تطبيق الشريعة في السماء هذا المسلم إسلامه ناقص، لأنه انتقص من آيات القرآن الكريم. لما ننظر في كتب الفقه نرى أن مسائل الفقه التي توجد في هذه الكتب ما يزيد عن 2 مليون مسألة. مسائل الفقه من أول كتاب الصلاة إلى كتاب الجنائز 2 مليون مسألة. لما نتكلم عن العبادات في الإسلام اللي هي الأركان الخمسة، شهادة التوحيد والصلاة الصوم والحج والزكاة، ترى أنها لا تزيد عن 90,000 مسألة. بسبب هنا بقية المسائل الفقهية التي موجودة في كتب الأصول، أقصد كتب الفقه المقارن كالمجموع للنووي والاختيار ونصر الراية للزيدعي وكتاب المغني لابن قدامة والمشروع لابن تيمية وغيرها من كتب الفقه، يبقى تبقى كام ألف؟ تبقى مليون وكام؟
ها؟
المصدر الثاني التشريعي سنة الدم يقول لك بسرعة. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يقول ايه؟ زي ما قال طالع يقول لك لو محمد ده سعودي وزير خارجية السعودية هو اللي دافع عنه. والتنمية الفضائية ده ينفع أمة الإسلام. أمة الإسلام قافلة مع قول النبي. فأنا أسألك مش هتخيل مش عايز تجاوب. ماذا نعرف عن الكمالات المحمدية؟ 9 كمالات في الخلق و12 نوع في الخلق في الخلق و15 نوع في الكلام و25 نوع في الأفعال. طيب ما هي خصائص النبي؟ ما هي خصائصه في الدنيا؟ ما هي خصائصه في الآخرة؟ بما غير عن النبي ولم يجر على غيره، بما حرم على النبي ولم يحرم على غيره. ما هي خصائص النبي دون أمته؟ خصائصه دون الأنبياء فقط. أمة المسلمين هذه أمة الإسلام، هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله وما كان المؤمن ولا المؤمن إذا قضى الله ورسوله لا مش عاملنا. ما ينفعش دلوقتي، ما ينفعش أيام الخيام هيقولنا جمالين وزنزيات مية. الإسلام ما ينفعش. ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ فإنه مسلم. جميل بس. بعد خير. لو بس صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولا صلى الله عليه وسلم. انت شغال ايه بس في الارض؟ شغال بس في خدمه ولا قال رسول الله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صلى عليه. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني اسمع كلام النبي يدخل الجنة واللي يعصاه يدخل النار. وقال العباد رضي الله عنه وعظنا رسول الله موعظة وأكلت منها القلوب ودمعت منها العيون. فقلنا يا رسول الله نعمل ايه؟ احنا عايزين نصلح احوالنا. من اجل ان احوالنا تصلح نعمل ايه يا رسول الله؟ صلاح الحال يجي ازاي يا رسول الله؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. رواه الإمام أبو داود رضي الله عنه وقال وما إلى ذلك من الإجماع والقياس. لا نتكلم عن مجمل الشبهات التي تثار حول العقيدة. مجمل الشبهات التي تثار حول العقيدة. أولا نقول لك العقيدة الإسلامية تثير المشاعر لدى غير المسلمين. الواحد عايز يطبق الشريعة مش في عندك غير المسلمين في المجتمع تروح تقول لهم ايه؟ ها؟ مين يرد؟ حد يرد ربنا. هيجي يسألك يقول لك دلوقتي عايزين تطبقوا الشريعة. في ناس غير مسلمين في المجتمع ازاي تلزمهم بتطبيق الشريعة؟ تقول لهم كده الله سبحانه وتعالى أباح لغير المسلمين حرية الاعتقاد. فقال سبحانه لا إكراه في الدين. وجعل غير المسلمين متبع في داخل بنود البيعة السياسية وهم في الأحكام على أقسام. فتح ربك وصلى على النبي فدي مع سنة ليس مضرة. قال ما عندهم فيه من حكم في شريعتهم
كان قد قطع بعض الصحابة قطع من الأرض وصلوا على اللي كانت تلاقي شوية فيجيب عيونا فعلا وكان المرة الثانية صحيح سيدنا محمد أرفع بعض الصحابة من الأرض قطعا فلما هذا سيدنا عمر ألقوا هذا الإقطاع الوقت في الأرض من النبي إذا استصبحنا تبقى في سبته أما إذا هي قد صارت وصفنا نورا تعود إلى بيت الله المسلمين سيدنا عثمان بن عفان لا يدلك أن الشريعة الإسلامية شريعة فيها نور لبعض الناس من المتحملين وكان ذلك لما بدأت توطيد الشريعة كان من المنادين بتوطيد الشريعة لهم قصور في الفهم مش فاهمين صح؟ سيدنا عثمان النبي عثمان لما تكلم وصف الله بعض المنازل تكلم صلى الله عليه وسلم عن الإبل للا إجابة في الصحراء ما يمسكوش يسيروا ليه يا رسول الله؟ قال دعها فإن معنا وكاءنا وسقاءنا ترد الماء وضرع الشراب أول ما النبي توفي خذوا بهذا الباب أيام سيدنا عمر أخذوا بهذا الباب لما تولى سيدنا عثمان كان اللي بيطيع له جبل ما بيلاقوش تاني ليه؟ كان يظهر ايه؟ قطعين النصوص فكان سيدنا عثمان يقول الصحابه اللي يلاقي جبل مش عارف صاحبه يجيبوا لنا من مال المسلمين هل فعل سيدنا عثمان هذا انكارا منه بهذا النبي؟ لا لا انكار منه هذا النبي ليس انكار منه هذا النبي انما ما يسمى وجود المصلحه التي تستدعي هذا الامر يوجد بقى في المجتمعات الان وناس يقول لك احنا ما نقدرش نمنع الخمر ليه؟ يقول لك عشان الاقتصاد والسياحه وهي السياحه لا تكون الا بشرب الخمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لعن الله بالخمر 10 جعل منهم ايه؟ بائعا والممتعة اليه وحامله وحاضر والنسية زي مثلا لما تونس طبعوا قانون منع تعدد الزوجات الراجل لما كان يمسكوه مع زوجته الثانيه اذا طبع ست الزواج يحبسوه اذا قال يبيع عشان خاطر يضربوه عايز ايه؟ زي ما كانوا بينادوا من كام سنه قبل الثوره ده يقول لك عايزين الوحيات تتكتب باسم فوق ويوم مشاكل يضربوها ليه؟ يمكن نعين ولا حاجه هو جايين هنا ولا هنا ما نعملش ايلام نفسي للولد خلي بالك ما يعملوش ايلام نفسي ويحاربون بهذا وحي انزله الله ادعوا